بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معانا شوية عروض كده قمر وعسل ما شاء الله. العروض دي انا كنت شغالاها قبل رأس السنة. تمام. فانا اصلا اليومين دول كنت شغالة عروض وما كنتش فاضية ان انا انزل لكم فيديوهات. معلش حقكم عليا. اليومين دول هنزل لكم الفيديوهات اللي متسجلة على التليفون كلها. وان شاء الله انا معاكم اليومين دول كده انزل لكم 3 4 فيديوهات باذن الله. انا ضربت بصوا علشان تبقوا فاهمين الدنيا، عشان انا معايا طرد ياما قوي. عشان تبقوا فاهمين الدنيا كده، علشان ما اقعدش ارغي. الصينيه مقاس 20. التورت اللي انتوا شايفينها قدامكم دي دولت 2 فانيليا مقاس 20. الحله بتاعتهم اخدت معايا 300 جرام دي اسبونج، عليهم 3 بيضات وعليهم كيس فانيليا وربع كوباية مية وحبة ونص معلقة محسن جل من اللي هي المعلقة الكبيرة. تمام كده. حلة بتديني تورتيتين 6 طبقات على تحت ال9. تمام. التورتيتين هياخدوا معايا قد ايه كريمة؟ هياخدوا معايا كوباية كريمة. تمام. عشان تبقوا واخدين بالكم وتبقوا فاهمين الدنيا، علشان انا هقفل معاكم اول تورتيتين، وبعد كده بقى انا هقفل التانيين بقى مع نفسي. والشوكولاتة برضو هقفلهم برضو، وكل حاجة هتبقى معاكم هنا بس التزيين بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هنا زينت التورت وخلصتها، وانتوا بقى خلوا بالكم بقى من الفيديو وتتفرجوا على الفيديو كده كامل. تعالوا بقى اقول لكم على موقف حصل لي. انا بنزل عروض عندي على الصفحة على طول. دخلت واحدة بتسألني بتقولي يا مسلم انا محتاجة العرض ده، قلت لها والله هو خلص. قالت لي هو انتي لحقتي تخلصيه؟ ده هو لسه نازل دلوقتي. عايزة اقول لها طب قولي بسم الله ما شاء الله، طب قولي اي حاجة حلوة، اتكلمي باسلوب حلو. بتقولي هو انتي لحقتي تخلصيه؟ ده هو لسه نازل. والله بعتلي الريكورد زي ما بقول لكم كده. هو انتي لحقتي تخلصيه؟ ده لسه نازل دلوقتي. إيه هو انا كل مرة ما بلحقش؟ انتي انتي بتخلصيهم على طول ليه كده؟ يعني الاسلوب مش حلو. قمت انا كاتبه قلت لها بسم الله ما شاء الله مفيش حاجه بتقعد عندي. الحاجات عندي بنزلها، والعروض اللي بنزلها بتخلص على طول. قامت رايحه كاتبالي قالت لي ما شاء الله، قامت عامله لي كده. عايزه اقول لكم والله العظيم بعدها انا باظ مني شغل كتير قوي. باظ مني كل ما اخبز كيك الاقيه يعني هبط. ما بيدينيش طبقات حلوه. ايه التورتاية المستطيلة اللي طلعت معايا حلوة قلت هتديني 4 طبقات، ازازة المية وقعت عليها طبقتها. انا مصورها لكم هنا وهوريها لكم برضو. إيه زعلت قوي. يعني المفروض ان هي تقول مثلا بسم الله ما شاء الله اي حاجة. يعني العين وحشة، انتوا ليه بتستكتروا علينا ان احنا شغالين، وان احنا تعبانين، وان احنا طفحانين الدم؟ انتوا ما بتشوفوش الارهاق اللي احنا بنبقى فيه، وما بتشوفوش التعب؟ كفاية ان احنا بنصحى من النوم بنفضل واقفين على رجلينا، ما بننامش. يعني بنفضل واقفين على رجلينا، ما بنقعدش غير لما بنيجي ننام. والله العظيم انا واحده من الناس بفضل واقفه على رجليا طول النهار، ما بقعدش على الارض غير لما باجي انام على السرير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مفروض اي حد يشوف حاجه يقول بسم الله ما شاء الله، يصلي على النبي، يقول كلمه حلوه، ربنا يعينك، ربنا يرزقك، ربنا يحسن ما بين ايديكي. الكلام الحلو ده يعني حلو. يعني مثلا بلاش الحسد، بلاش حاجة وحشة. ما تستكتروش النعمة على اي حد، ما تستكتروش ان اي حد شغال. مش عشان انا شغالة يبقى انا معايا ملايين الدنيا، لا. انا عايزة اقول لكم والله العظيم انا بصرف على الشغل ده اكتر ما بصرف على نفسي. وكمان انا معايا اولادي، وطبعا برضو جوزي مش مخليني محتاجة حاجة الحمد لله. هو ما كانش راضي اصلا عن الشغلانة ديت، بس انا حابة الشغلانة. وكمان انا قاعدة هنا في بلد يعني اهلي مش حواليا، واهلي بسافر لهم بلد بعيد عن اللي انا فيها. وكمان انا ما عنديش اي حد هنا قريبي، ولا اعرف اي حد، وكمان ولا معايا حماتي ولا حماية ولا سلايفي ولا اي حد. كل واحد هنا في حاله. انا بعيدة وفي حالي ومعيش اي حد. فالملل والزهق وحش. وانا طبعا انا لما انا قاعدة في البيت من يوم ما اتجوزت، انا بقالي 3 سنين متجوزة اهوت. القعدة لوحدك، ما تعرفيش جيرانك، ما بتطلعيش من باب الشقة، ما بتروحيش تجيبي اي حاجة.
الملل طول النهار وطول القعدة لوحدِك في الشقة، فالملل بيخلّيكِ خلاص مخنوقة وزهقانة وقرفانة وطبعًا عايزة يوم جديد، عايزة حاجة جديدة، عايزة تطلعي وتروحي وتيجي. أنا اللي بيخلّيني إن أنا أشتغل في الموضوع ده، إن أنا والله العظيم يا بنات باروح أجيب طلبات وباروح وباجي وشغّالة وباشوف ناس جديدة وباتكلّم مع ناس جديدة. أمّال الأول أنا ما باطلعش من باب شقتي. أنا عندي يا بنات هنا البلد اللي أنا فيها السوق بتاعها يوم التلات. أنا لمّا كنت حامل في سليم كنت بانزل، وبعد أمّا ولدت سليم قعدت 3، 4 شهور ما انزلش، وبعد كده نزلت تاني السوق أجيب حاجتي وأجيب اللي أنا محتاجاه كله، وبرضه مع ناس معيّنة ما ليش علاقة بأي حد هنا. طبعًا البنوتة اللي معايا لمّا أنا ولدتها يعني من قبل ما أولد بشهرين، وبعد أمّا ولدت أنا ما نزلتش السوق، ما أعرفش أي حد، ما ليش علاقة بأي حد هنا ولا بجيران ولا بأي حد. فطبعًا أبو سليم هو اللي بيجيب الحاجة كلّها، فأنا مبسوطة من شغلي وأنا بُصّوا ما كانش ليّا علاقة بالشغلانة دي نهائي، بس مع الاستمرار ومع الوقت ومع إن أنا أتفرّج على فيديوهات وإن أنا خلاص حطيت الشغل دي في دماغي، خلاص عايزة بقى أشوف ناس جديدة، أتعرّف على ناس جديدة. باتمنى من أي حد يشوف أي حاجة يقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يوسّع عليكِ، يقول كلمة حلوة. أمّال واحدة زي دي تخش تقول لي هو أنتِ لحقتِ تخلّصيه؟ أنا الكلمة نرفزتني وبعدها يعني الشغل باظ منّي كتير. عندي الcupcake كنت باخبزه باظ منّي طلع هابط خالص، ما طلعش حلو. عملت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عملت خبزت الكيك وحطيته في الفرن. بعدها بشوية بعد أمّا خلاص استوى وبقى تمام، أقفل عنّه ألاقيه هبط منّي مرّة واحدة، ما بيطلّعليش طبقات، الكيك مكتوم من جوّه، في حاجة غلط. لمّا ضبطت الدنيا وغيّرت النوع الدقيق اللي أنا باجيبه، أنا طبعًا أنتم عارفين إن أنا باشتغل بدريم وبجولدن باك، أنا عمري ما غيّرتهم ولا هاغيّرهم، بس أنا خلّيت الراجل يفتح لي شكارة جديدة عشان قُلت له أنا حصل معايا المشكلة كذا مرّة، ممكن يكون الكيك واخد رطوبة أو كده. فأنا لمّا جِبت من عنده الجديد اشتغلت والله العظيم زي ما باقول لكم كده أقسم بالله العظيم. التورتاية ما شاء الله الكيك طالع عالي وطالع حلو وما شاء الله تحفة عليه، قُلت بسم الله ما شاء الله، كويس إن هو جاب معايا نتيجة وطلع حلو. أنا باحطه جنبي قامت إزازة المَيّة واقعة عليه مش مفطّساه. والله العظيم قُلت إيه الحظ ده، هو إيه الحظ ده يا ولاء أنا مش عارفة. والله العظيم هبط خالص، أنا طلّعت منه بس طبقتين والباقي كلّه أنا أخدته اللهم صل على النبي أخدته للكبّاط. تعالوا نرجع بقى للفيديوهات تاني للفيديو. أنا طلّعت التورتة المستطيلة ديّة عاملة 170 جنيه، عايزة تطلّعيها ب200 طلّعيها. هي ما شاء الله كانت كبيرة وحلوة، أنا غلطانة إن أنا ما طلّعتهاش ب200 بس يا سيدي. كانت المفروض إن هي تطلع ب200، هي ما شاء الله كانت كبيرة وحلوة، هي كانت على رقم 9. طبقتين 2 برضه كانت ما شاء الله جميلة. أنا عملت عرض ب320 تورتاية مقاس 20 طبقتين، اللي هي 3 طبقات، اللي هي أصلًا في الأساس ب150 وعملت دي ب170، فعملته عرض على بعضه ب320. اللي أخدها برضه في ناس طلبتها منّي لوحدها وفي ناس طلبت العرض على بعضه، فعملت العرض على بعضه وعملت ديّة تورتة لوحدها. كانت أول تجربة ليّا بس أنا غلطانة إن أنا ما طلّعتهاش ب200 عشان هي بصراحة كانت تستاهل ال200. طبعًا هي أخدت معايا برضه زي ما أنا قُلت لكم 300، ال300 ثابتين معايا في أي حاجة. أخدت معايا 300 جرام عليهم 3 بيضات وعليهم ربع كوباية مَيّة وحبّة ومعلقة مُحسِّن والكيس الفانيليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ال300 جرام هيطلّعوا معاكِ طبقتين، هيطلّعوا معاكِ تورتيتين، هيطلّعوا معاكِ 4 طبقات تمام. أخدت معايا قد إيه كريمة، والله يا بنات بصراحة مش فاكرة، اصبري يا سليم. أخدت معايا حوالي كوباية إلا، يعني هي ما كمّلتش معايا ياما، هي أخدت معايا كوباية إلا. طبعًا أنا عملت العروض دي كلّها، التورت اللي أنتم شايفينها المدوّرة دي باطلّع الواحدة ب150، والعرض التاني اللي كان فيه 2 شوكولاتة كانت مقاس 18 كنت مطلّعاها ب130 جنيه. طبعًا المقاس 18 برضه كانت 300 جرام
بس هي طلعت لي 7 طبقات، لما بتطلع لي 7 طبقات انا باخد الطبقه السبعه ديت بعينها وبجمع عليها، لا بعملها كبات لا بعملها تورتيه تانية. انا طلعت بقى العروض دي كلها انتوا شايفينها، طبعا هيبقى في صور وفي فيديوهات في الاخر. العروض طبعا الطواجن اللي هي الكبيرة طلعت الطاجن ب40 جنيه، والكبات اللي هي الصغيرة ال5 بالمية. وطبعا بقى العروض كانت شغالة معايا طول رأس السنة، من قبل رأس السنة لغاية بعد رأس السنة. بس أنا اليومين دول أوقف شغل الفترة ديت لغاية بس أخلص شوية حاجات عندي. وطبعا معلش على ان انا بنسى السعر كل مرة. كان في حد بيسألني بيقولي انت عندك الكاكاو بكام؟ عايزة اقول لكم الكاكاو الغامق اللي انا كنت مرولكم في فيديو المشتريات، الكاكاو ده ارخص كاكاو عندي، اللي هو الغامق اللي هو عامل زي الاسود ده. الكيلو منه عامل 400 جنيه، واللي هو الفاتح اللي انا كنت جايبه منه ب100 ده كان عامل 650 جنيه عندي. مع الف سلامة يا بنات، ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.